السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ فاطي مع فيديو جديد ووصفة جديدة. الفيديو اليوم غتشوفوا معايا الرغايف بالشحمة والبصلة، كيجيو رائعين بطريقة اللي جد سهلة، كيجيو مورقين من الداخل ومعمرين وكيجيو لذاذين غير في المقلة. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تخلوا لي لايك وتشتركوا في القناة ديالي باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. وندوزو على بركة الله باش نشوفوا مقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 500 غرام ديال الطحين الفورس، غنحتاجو معلقه ديال سكر حبيبات، وغنحتاجو معلقه ديال الملح، غنحتاجو خميره ديال الحلوى فئه 7 غرام، وغنحتاجو كذلك نصف معلقه ديال الخميره د الخبز. غادي نخلطوا باقي المكونات وغادي نجمعوهم بالماء اللي كيكون دافي شويه. غنحاولوا اننا نجمعوا العجينه ديالنا. بالنسبه للعجينه ديالنا غتكون رطبه شويه، يعني ماشي غنقصحوها كما كنديروا دائما في الرغايف. يعني هاد العجينه ديال الرغايف هادو اللي معمرين غنحاول انني نديرها تكون شويه رطبه. غنجمع العجينه ديالي وندلكها شويه. صافي من بعد ما تجمعت لي العجينه كما شفتوا راه ما دلكتهاش بزاف، دلكتها غير شويه. غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغنخليها ترتاح نصف ساعه حتى لساعه. يعني قد ما خليتها قد ما كتجي العجينه ديالي مخدومه مزيان بلا ما كندلكها بزاف. وغادي نرجعوا باش نشوفوا كيفيه التوريق ديالها. الان غندوزو نوجدوا الحشوه ديالنا اللي غادي نديروا فيها 3 البصلات مشلضين على هذه الطريقه، كيكونوا مشلضين مقطعين رقاقين. كنضيف زلافه ديال الشحمه ديال الغنمي، وغنضيف العطريه شويه التحميره والكمون والملحه والبزار والسكنجبير. غنضيف نصف كأس ديال الزيت. انا استعملت زيت العود، يقدرنا نستعملوا زيت نباتيه. وغادي ندير هادشي كامل فوق نار اللي كتكون مهيله. غنضيف شويه ديال القزبر المعدنوس، وكما قلت لكم غادي نديرو فوق النار اللي تكون مهيله، وغادي نبقى نحرك غير بشويه، ما غنضيف لا ما لا والو. غنخلي ديك البصله ديالي غتطلق ليا الماء ديالها، وغنخليها حتى غتشحر وغتنشف ليا. كما كتشوفوا ها هي العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت كما سبق لي وقلت لكم كتدلك راسها براسها، يعني غير كنجمعها انا غير شويه وكندلكها شويه صافي وكنحطها ترتاح. صافي غادي ندير دابا كويرات اللي غيكونوا على هذا الحجم، يكونوا متوسطين. من بعد ما درت شويه الزيت في يدي باش كيسهلوا عليا، لاني سبق وقلت لكم ان العجينه ديالي كتكون شويه رطبه كتلصق في اليد شويه كما كتشوفوا. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه، غادي نكمل العجينه ديالي كامل على شكل كويرات، وغنبدا مباشره في التوراق ديالو والتعمار. يعني ما غنتسناش حتى ترتاح، لانني كما قلت لكم العجينه ديالي يعني خفيفه غتطلق ليا دغيا، ماشي بحال ملي كتكون العجينه ثقيله. يعني كيخصنا نخليوها ترتاح من بعد ما كنديروا كويرات على هذا الشكل، كيخصنا نخليوها حتى ترتاح عاد نبداو نطلقوا العجينه. بالنسبه لهاد العجينه غادي تطلق لنا دغيا لانها رطبه. غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال العجين ديالي. وكما قلت لكم ها هي ديك الحشوه من بعد ما نشفت ليا. غادي نبدا مباشره نطلق في العجينه، غادي نضيف شويه الزيت وغنبقى نطلق. من بين الاسرار ديال هاد الرغايف باش كيجيونا مورقين خصنا نحاولوا اننا نطلقوا على هاد الشكل، نطلقوا الكريه ديالنا ديال العجينه حتى تولي رقيقه. نحاولوا اننا نرققوها واخا تقطع ماشي مشكل، يعني نحاولوا اننا نرققوها حيت هذا هو السر ديال التوراق ديال الرغايف. كما شفتوا معايا انا طلقتها مزيان حتى كيبان ليا من التحت كتولي شفافه على هذا الشكل. وكنبدا نضيف الحشوه ديالي وانا كنطوي بهذا الشكل. من بعد ما وجدت الاولى غادي ندوز نوجد
الكرية الثانية بنفس الطريقة غنحاول انني نطلقها. كما شفتوا من بعد ما طلقتها مزيان غنعاود نضيف الحشوة بنفس الطريقة اللي درت في الاولى، وغادي نجيب الرغيفة ديالي الاولى غنحطها وغنحاول انني نطوي عليها بهذا الشكل كما كتشوفوا. صافي غنستمر بهذه الطريقة حتى غادي نكمل الرغايف اللي عندي كاملين، يعني كندير وحده وسط وحده، كندير جوج باش كيجيوني مورقين من الداخل وكيجيوني معمرين مزيان. كما قلت لكم غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديالي كامله. من بعد ما كملت الكميه ديال الرغايف اللي عندي كندير مقله اللي كتكون سخونه على هذا الشكل، وكنبدا مباشره كنطرب الرغايف ديالي وكنحطهم يطيبوا. كما كتشوفوا معايا من بعد ما ضفت شويه الزيت من الفوق غادي نحاول اني نقلبها. غنحيد داك البصله اللي كتكون خرجت ليا من العجينه باش ما تحرقش ليا، وصافي غنستمر. كما كتشوفوا بالنسبه للطياب ديال هاد الرغايف ضروري اننا كنبقاو ندوروهم بزاف ونحركوهم على هاد الشكل باش كيتفرقوا لنا من الداخل، يعني ماشي غير كنحطوها ونتسناوها تحمر. كما كتشوفوا كنبقى نقلب دابا وساعه، كنبقى نقلب باش كيطلقوا ليا من الداخل، وكنحركهم على هاد الشكل باش كيطلقوا وكيجيو مورقين. كما كتشوفوا هما كيجيو رائعين من بعد ما كيبداو يتحمروا، كيجي المنظر ديالهم زوين كيشهي كما شفتوا معايا. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نطيب الرغايف ديالي كاملين بنفس الطريقه. وكما كتشوفوا معايا الرغايف ديالي من بعد ما طيبتهم كاملين كما شفتوا في الحقيقه كيجيو رائعين، كيجيو كيشهيو وكيجيو مورقين من الداخل. القوام ديالهم كيجي رائع كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه اللي درت ليهم فاش درت وحده وسط وحده. كما شفتوا راه كيجيو مورقين من الداخل وخفافين. دابا باقيين سخانين، غنحاول اني نقطع معكم هذه باش تشوفوها كيف عامله من الداخل. كما كتشوفوا نتمنى انه من الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو كنتمنى انكم تخلوا لي لايك وتشتركوا في القناه ديالي باش يبقى يوصلكم دائما الجديد، والى فيديو قادم ان شاء الله.